السيارات الخليجي في الامارات بقت معدوده، لان الاغلبيه بقى وارد امريكي وسعرها فيها. فانا جايب لك معرض بيبيع لك سيارات خليجي صبغ وكاله بالمفتاحين كل حاجه. تعالى وشوف. يعني هديك اودي اي 5 صبغ وكاله خليجي 2019 ب 45,000 درهم بالمفتاحين اس لاين، سياره ما شاء الله فول اوبشن. وخد بالك من كلمه خليجي اللي بعده. اما الوحش اللي واقف ورايا دوت فورد موستنج خليجي صبغ وكاله 8 سلندر 5.0 ب 40,000 بدل 45,000. وخد بالك من خليجي ميني كوبر كانتري مان اس خليجي صبغ وكاله بالمفتاحين بتوعها ب 37,000 على البيع. قول لي هتلاقي فين جولف جي تي اي خليجي عليها فلتر ريس، سياره بحاله الوكاله صبغ وكاله 2016. ومش بس كده، السياره كامله المواصفات يا جماعه، جولف جي تي اي فتحه سقف بانوراما كل حاجه. وبكام؟ 21,000 درهم. وافحص قبل ما تشتري. اودي اي 8 2015 خليجي لارج 6 سلندر اعلى فئه، كل المواصفات صبغ وكاله، المفاتيح بتاعتها كلها. والسعر المطلوب فيها كام؟ 27,000. لكزس لو كان عظم في قفه بيتباع، ويا سلام لو كان خليجي. لكزس ار اكس 350 صبغ وكاله كل حاجه خليجي، السعر بتاعه 29,000. المكان يا جماعه معرض 87 خلف وكاله الطايل في سوق سيارات الشارقه. الارقام والعناوين هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. وتعالى مبروك عليك.